السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد السحراوي، والنهارده باذن الله هناخد الجزء الثاني من ماده الدراسات الاجتماعيه للصف الثالث الاعدادي. النهارده الجزء الثاني لاول درس في التاريخ في الصف الثالث الاعدادي. زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت ان مصر اصبحت ولايه من الدول او ولايه من الولايات العثمانيه، فهنبدا نشوف الاثر المترتب على ده. هنشوف النتيجة اللي خلت مصر في وضع متردي للأسف، أو وضع سيء. إيه هي النتائج دي؟ النتائج السياسية، النتائج الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. نيجي نعرف أول شيء بالنسبة للنتائج السياسية. النتائج السياسية أن مصر كانت بيحكمها في البداية المماليك، يعني هو الحاكم وفي تحت منه الناس اللي بتساعده. أصبح الوضع مختلف خالص بالنسبة للدولة العثمانية. العثمانيين ناس غريبة عن المجتمع المصري وعن طبيعة مصر، فعشان يحكموا كانوا غرباء. لما جم يحكموا بالأسلوب المتبع بتاعهم إن هو والي بيحكم بشكل كده منفرد، كان الأمر فاشل جدا بالنسبة لهم. فالعثمانيين عملوا على استحداث نظام للحكم عندنا في مصر. نظام الحكم هو ده السياسة، هو ده السياسة. طب النظام الحكم كان عامل ازاي؟ قال لي ان هم بدل ما كان في والي بيحكم مصر بشكل منفرد، لا، جاب معاه مجموعه من الادارات المختلفه. ايه هي يا مستر بعد اذنك قول لي؟ اول شيء خالص عندنا الوالي، ثم عندنا الديوان، ثم عندنا الحاميات العسكريه، ثم حكام الاقاليم. طب جميل. الوالي هو يشبه رئيس الدوله، الديوان يشبه الوزراء، الحاميات العسكريه تشبه الجيش، حكام الاقاليم تشبه المحافظين. طب يا مستر حضرتك من شويه قلت ان الوضع بقى سيء، ليه سيء؟ هقول له سؤال مهم هنا بيطرح في الجزئيه دي، بيقول لي بما تفسر حمل نظام الحكم العثماني في ثناياه او في طياته. ايه هي الطيه؟ اللي هي الثانيه. في طياته عوامل ضعفه. ليه حمل ضعفه؟ ليه اصبح النظام بسببه ضعيف؟ بسبب ان الوالي اللي هو الحاكم مدة حكم قصيرة جدا. طب ايه المشكلة؟ حضرتك انت لو سمعت للاخر هي من سنة ل3 سنوات. يعني ايه المشكلة برضو؟ انت دولة زي مصر عشان تقدر تحكمها وتطور فيها في كل مجالاتها محتاج مدة كبيرة. كده الوالي بقى بينشغل عن الحكم بجمع الضرائب للدولة العثمانية، فبالتالي ما بيهتمش بشؤون مصر، فبالتالي مصر بيحصل لها تدهور. بس كده ده اول سبب؟ لا، عندنا السبب الثاني ان الديوان والحاميات العسكريه اصبحوا في تنافس شديد مع الوالي. ليه؟ بره المنهج بيقول لنا ان الديوان ليه سلطه ان هو يعزل الوالي، والحاميات العسكريه هي فرق مرتزقه، مش جيش وطني زي الجيش بتاعنا كده في مصر. الفرق دي كانت القوي فيهم وبيطمع فيهم في الحكم يبدأ يعمل صدامات ونزاعات سياسية ما بينه وبين الوالي أو الديوان، وبالتالي قلت لك اللي بيكسر بيته ما يقدرش يدافع عنه بعد كده، فهم كانوا عمالين يكسروا في النظام بتاعنا من جوه، فبالتالي كان نظام سيء. طب يا مستر الأقاليم، قال لي حكام الأقاليم بيني وبينك هقول لك على معلومة، كانوا المماليك، لأن هم كانوا أكفأ ناس بتعرف تحكم مصر. وهنشوف ده في الدرس اللي بعديه في الحملة الفرنسية ونزولها، وازاي المماليك ما قدروش يدافعوا عن مصر مع ان مصر دولة عثمانية. ده اول جانب. نبدأ نخش على الجانب اللي بعديه وهي اللي قدامنا، وهي حركة علي بيك الكبير. في الجانب السياسي علي بيك الكبير كان من اهم المماليك اللي كانوا بيحكموا الأقاليم في مصر. علي بيك الكبير استغل أزمة موجودة ما بين الدولة العثمانية وما بين دولة تانية مش هقول اسمها لأن الكلام ده بره المنهج بتاعك، لكن الأزمة دي أدت إلى ضعف الدولة العثمانية. علي بيك الكبير كان راجل مستغل للفرص، متصيد للفرص. قال لك هي دي فرصتي إن أنا أستطيع أرجع الدولة المملوكية مرة أخرى واستقل بمصر تاني. الراجل ده كان راجل قوي وحكيم في نفس الوقت. عمل إيه؟ الراجل ده بدأ ينفرد بحكم مصر، وكان من أبرز أفعاله إن هو استطاع إن هو يسيطر على الشام. إزاي مستر سيطر على الشام؟ إزاي كان قوي للدرجات ضد الدولة العثمانية اللي حكمت مصر ما يقارب ال4 قرون؟ علي بيك الكبير حضرتك راح اتفق مع واحد اسمه الشيخ ظاهر العمر حاكم جنوب الشام. اتفقوا هما الاثنين إن هما يحكموا مصر، وأرسل قائد قواته، قائد الجيش بتاعه محمد أبو الدهب اللي هو النائب بتاعه لغزو الشام. واستطاع محمد ابو الدهب انه يدخل دمشق اللي هي قريبه من الحدود الشاميه العثمانيه، ولكن محمد ابو الدهب انحاز للسلطان العثماني وغدر بسيده علي بيك الكبير،
وفشلت الحركة بتاعة علي بيك الكبير، ورجعت مصر ولاية عثمانية تحت حكم الولاة العثمانيين مرة أخرى، وظل الفساد والتدهور قائم في مصر. وبكده احنا خلصنا الحالة السياسية، سواء كان فروعها أو أهم الحركات الاستقلالية اللي عملها المماليك. نبدأ نتكلم عن الحالة اللي بعد كده، واللي بتبين لنا قد إيه الوضع كان سيء جدا في مصر. الوضع كان في غاية السوء على فكرة. الوضع الاقتصادي اللي بنتكلم فيه عن زراعة، صناعة، تجارة. قال لي الأراضي الزراعية في مصر كلها كانت ملك للسلطان العثماني. طب يا مستر محدش خالص كده عنده أرض؟ لا، كله كان تبع السلطان العثماني. طب يا مستر كان مين بيزرع؟ قال لك الفلاحين كانوا بياخدوا قطع أراضي من الدولة، ولكن مقابل دفع جزء من المال، اسمها الانتفاع. النظام ده يسمى بنظام الانتفاع. يعني ايه؟ قال لي الفلاح بياخد الارض في مقابل الانتفاع بيها كايجار، يعني بيدفع ايجار. طب النظام ده وحش للدرجه دي يا مستر؟ هو النظام دوت اساء للدوله واساء للفلاح واساء للزراعه في مصر بسبب اللي جواه. هو ايه اللي جواه؟ قال لي بسبب نظام الانتفاع. استغلت الدوله الامر وكانت بتكسل تجمع الضرائب. طب هتسيب حقها؟ قال لك لا، مستحيل. كانت بتعين حد، راجل بيكون غني عنده اراضي كتير، اسمه ملتزم بجمع الضرائب. فكان بيبدا يجمع هو الضرائب من الفلاح بناء عن الدوله. طب بيني وبينكم هو كان بيعمل ايه؟ هو حضرتك اصلا كان بيدفع للدوله الضرائب ويبدا يجمعها براحته من الفلاح. طيب هو راجل حقاني؟ لا والله خالص. ده كان بيجمع الضرائب بدل الطاقه 10. يعني كان لو حقه ياخد 10 جنيه عن الارض كان بياخد 20 30 100. فبالتالي الفلاح كان بيعاني من قسوة الملتزم في جمع الضرائب، وكان بيفرض عليه إتاوات، حاجة غير محقوقة له. فده أدى إلى انهيار الزراعة بشكل كبير جدا وكسادها. يعني إيه كساد؟ يعني وقوف. فظهرت عندنا مشكلة كبيرة في الزراعة وتدهور أحوال الزراعة. وكمان الدولة شافت كده فبدأت تكبر دماغها عن الزراعة، وما عادتش بتهتم بمشاريع الري واتقاء خطر الفيضانات ولا عمل سدود ولا أي شيء للفلاح. فبالتالي الفلاح بدأ إن هو يترك أو يهمل الزراعة بسبب السوء اللي هو فيه. ده أول جزء بالنسبة للوضع الاقتصادي. الجزء اللي بعديه والباب اللي بعديه على طول وهو الصناعة. قال لي في الصناعة تأخرت الصناعة المصرية. ليه؟ قال لك ان الدوله العثمانيه لما جت بدات تلم الشطار قوي في كل الحرف اللي عندنا وتوديهم الدوله العثمانيه تبني عندهم قصور وتبني في كل شيء، واصبحت الحضاره بتنتقل بدل ما هي تتبنى عندنا تتبنى عندهم. واصبح اللي موجودين عندنا للاسف اقل كفاءه من ان هم يبنوا حضاره تليق بمصر. فوقعت الصناعه عندنا في مصر وفضلت الصناعه بدائيه بعيد عن كل التطور اللي بيحصل حوالينا. اوروبا كان بدا يحصل فيها ثوره صناعيه واحنا مش داريين بيها. ليه؟ لان الدوله العثمانيه قطعت الوصال ما بيننا وبين اي حضاره حوالينا او بين اي انتقال للمؤثرات الحضاريه حوالينا. فعمالين ننهار في كل الجوانب. ثالث جانب عندنا شباب وهو جانب التجاره. التجاره زي ما انتم فاهمين لها جزئين. قال لي تجاره داخليه وتجاره خارجيه. التجاره الداخليه كانت فيها انهيار، كان فيها كساد. ليه؟ قال لي لأن العصر العثماني أول شيء احنا قلناه في الزراعة انهارت. تاني شيء افتقادهم للأمن، ما كانش فيه أمن، بالإضافة لعدم اهتمامهم بالطرق البرية ولا أي شيء من العوامل اللي بتساعد في تنشيط التجارة الداخلية. بس كده؟ قال لي لا، ده البدو كمان كانوا ناس غير مستقرة في مكان ثابت، فبدأوا يعملوا غارات على أي تجارة أو أي قوافل تجارية. فأنا كصاحب تجارة أنا إيه اللي يخليني أروح أتاجر ويحصل لها عملية نهب وسرقة والدولة ما بتهتمش بيها ومحدش هيعوضني عن الكلام ده؟ فبدأت تفقد التجارة أهم عواملها وبدأت يحصل عملية كساد للتجارة. التجارة الخارجية بقى أساتذتي كانت حاجة تانية خالص. التجارة الخارجية بدأت تتدهور بسبب اللي احنا قلناه من شوية في الجزء اللي فات، في الفيديو اللي فات. إيه هو؟ التجارة الداخلية تدهورت بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح اللي هو الدوران حوالين أفريقيا، بدل ما كانوا بيعدوا على مصر، فبالتالي كانوا بيزودوا عملية التجارة عندنا. مستر بعد إذنك أنا مش فاهم إيه الفكرة إن هو بدل ما بيعديش علينا يخسرنا. طب هفهمك. أول شيء هو كان بيعدي بالتجارة بتاعته في البحر المتوسط بالسفن، يوقفها لك في الإسكندرية أو في دمياط أو تخش في نهر النيل، ثم تنقل البضائع على قوافل على جمال، ثم تنقل القوافل ديت مرة أخرى على مراكب في البحر الأحمر، ثم تذهب إلى الشرق
سواء كانت في الدول العربيه سواء كانت في الهند والمستعمرات الشرقيه. طب يا مستر فين المكسب بتاعي؟ هو نزول المركب عندك ونقلها بالبضاعه وتمشي في مصر وتقف في اسواق وتتنقل تاني، مش كل ده بيدخلك فلوس؟ مش بيشغلك عمال؟ مش بيعمل تجاره ما بينك وبين الدول اللي جايه لك دي سواء رايحه من الى او الى من؟ مش كل ده بيحصل تنشيط للتجاره؟ فاول سبب في تكاسات التجاره هو انتقال طريق التجاره، بدل المرور عبر مصر اصبح الدوران حوالين افريقيا. بالاضافه ان الدوله العثمانيه كانت بتمنح الاجانب امتيازات ما كانش بياخدها المصري. يعني انا لو عايز اعمل تجاره من مصر مثلا للشام، من مصر لاي دوله تانية، ما كنتش باخد الامتيازات اللي الاجنبي بياخدها، كنت بدفع ضرائب اكتر منه فببدا اخسر. وهنا بيظهر اسباب تدهور التجاره. نيجي الحاله اللي بعد كده والموضوع الاهم وهو الحاله الاجتماعيه. قال لي المجتمع المصري كان فيه فجوه ما بينه وبين بعضه. ازاي يا مستر؟ حضرتك اي مجتمع خلقه ربنا بيمتاز بان هو 3 طبقات: طبقه غنيه، طبقه متوسطه، طبقه فقيره. دايما كلنا عارفين لو انا في الطبقه المتوسطه فانا اعرف حد من الطبقه الغنيه واعرف حد من الطبقه الفقيره، فانا بعمل لينك، بعمل اتصال ما بين الطبقتين. ولو انا في الطبقه الفقيره فانا اعرف حد من الطبقه المتوسطه وهو يعرف حد من الطبقه الغنيه، فبرضه في اتصال ما بين الثلاث طبقات. اما الدوله العثمانيه جت عملت فجوه، اصبحت الطبقات 2: فئه حكام وفئه محكومين. الحكام كانوا هم الاتراك ومعاهم المماليك اللي هم حكام الاقاليم، والمحكومين وهم الشعب المصري واللي كان في قمه او في اكثر الاوقات ضعف وانقسام. طيب ايه اللي حصل؟ قال لي فئه المحكومين كانت بتتقسم الى طبقه وسطى محدوده الدخل، سواء كان مشايخ، علماء ازهر، رجال الدين، كبار التجار. طب الطبقه الدنيا اللي هي المعدومه خالص، قال لي دول حضرتك الفلاحين، صغار الحرفيين، عامه الناس. وبدات تعاني من حاجه مهمه جدا: الفقر والظلم وتفشي الاوبئه والامراض. مستر ليه؟ قلت لك هم ما بيهتموش بالدوله، هم بيهتموا بجمع ضرائب بس. آخر جزء عندنا في الدرس ده وهو الحياة الفكرية والثقافية. وللأسف الحياة الفكرية والثقافية يا شباب اتسمت بالجمود والتخلف. مصر فيها جمود وتخلف للأسف كانوا بياخدوا من عندنا كل العلماء، وبالأسف كانوا بيوقفوا عندنا ازدهار وانتشار العلم بشكل كبير. لأن لما بتتعلم بتبدأ تفهم، تبدأ تطالب بحقوقك وهو رافض ده. طب ايه اللي حصل؟ قال لي بدأ يزيد عندك الجمود والتخلف بسبب العزلة اللي فرضها عليك. العثمانيين عملوا عزلة للدولة من أي عوامل حضارية جاية لك من أي دولة أخرى. بالإضافة إن مكانة الأزهر الشريف اهتزت في الفترة ديت، ولم يعد هناك اهتمام بأمور العلم سواء كانت العلوم العقلية أو العلوم الدينية. مستر يعني ايه علوم عقليه؟ حضرتك زي الهندسه، زي الرياضه، زي الطبيعيات. ايه الطبيعيات دي يا مستر؟ الاحياء، الفيزياء، الكيمياء. كان كل الاهتمام بس بالعلوم الشرعيه: الفقه، حديث، قران، سنه. الكلام ده جميل، ولكن ربنا قال اقرأوا بمعنى تعلموا، فلازم اتعلم ده وده لان الاثنين بيفيدوا في الاخر الانسان. وبكده يبقى احنا النهارده خلصنا اول درس في الجزء التاريخ من ماده الدراسات الاجتماعيه للصف الثالث الاعدادي، وان شاء الله انتظرونا في باقي المنهج. السلام عليكم.